فكرة ازاي تخلي الرز يرجع زي الاول واحسن كمان، بدون ريحة، ريحة عطانة او حاجة او اي ريحة مش لطيفة. كتير مننا بنسيب الرز في دولاب الخزين، وبيفضل وقت كبير قوي بدون ما نستعمله. طبعا فبيعمل ريحة كده مش لطيفة. هقول لكم ازاي نشيل الريحة اللي مش لطيفة دي بحاجات موجودة في البيت، ومش هتوفر عليكي فلوس كتيرة قوي. طبعا انتي هتجيبي شوية الرز اللي هم ايه اللي ليهم ريحة مش كويسة دول، وهتحفري كده حفرة في النص، وهتحطي فنجان. الفنجان ده هنحط فيه حوالي معلقتين من الخل، معلقتين من الخل اللي احنا بنستعمله للأكل. وهنسيبهم كده ونغطي العلبة بكيس نايلون لمدة ساعة أو ساعتين، هتلاقي الريحة اختفت تماما جدا، ورجع زي الأول وأكتر كمان وأحسن كمان. لو الفكرة دي عجبتك ما تبخليش عليا باللايك، وخليكي كريمة. ولو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة علشان توصلك كل أفكاري إن شاء الله هتعجبك. طبعا هندخل على الفكرة التانية واللي هي الكمامة. الكمامة طبعا بتلاقي كمامة عندك مرمية مثلا في البيت ولا حاجة عايزة ترميها في الباسكت، لا ممكن تستغليها بدل ما ترميها، ونعمل منها حاجة مفيدة جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت الكمامة وفردتها، وهحط عليها شوية دوني او اي حاجة انت عندك، معطر مثلا او برفيوم انت بتحبيه. فممكن تحطيه، تستغني عن الدوني او تستغني عن المعطر وتحطي البرفيوم، اي حاجة موجودة عندك ليها ريحة جميلة وحلوة. فممكن تحطي الدوني ده مثلا، ما حطيت منه معلقة ومعلقتين، مش كتير يعني. وفردته على الكمامة زي ما انتوا شايفين كده، بفرده على الكمامة بحيث ان انا اوزعه على الكمامة كلها. وببتدي دلوقتي ان انا اجيب المروحة اللي بتبقى شغالة طبعا في الصيف وكده، فبتطلع لنا ايه هوا. فبدل ما تطلع لنا هوا بس، فبتدينا ايه هوا وكمان ريحة حلوة، وبتنتشر في الشقة كلها طبعا. انا عندي هنا استند ورا المروحه فقلت اعلقه فيه. وبرضو انت لو ما عندكيش استند ممكن تحطيه في من قدام كده وتعلقيه، بيبقى برضو سهل ان انت تعلقيه وكده. فبينتشر جدا في الشقه، بيسحب الهواء اللي من ورا، بيتحط فين بيطلع هواء بقى جميل جدا وريحه جميله جدا. بتنتشر في باقي الشقه. لو عجبتك الفكره برضو ما تنسيش تضغطي لي لايك واشتراك علشان